وأولياء ومربين وكل من يهمه شأن الطفولة وتربية الأطفال. معكم المربية والمرافقة التربوية والمدربة الدولية والكوتش لايف، وأيضا والحمد لله المستشارة الأسرية ألفة محمد التونسي من تونس، لي خبرة حوالي 24 سنة في ميدان الطفولة، وأبحث وإن شاء الله إن شاء الله أزف خبرا أني أحاول سوف أقوم بتخرج في هذا الميدان إن شاء الله ماجستير. المهم نحب نبدأ الأمسية متاعي بحكمة وبربي تمعنوا فيها جيدا. يقول أحد الحكماء: إن تحكمت بمشاعرك نجحت، وإن تحكمت بك مشاعرك فشلت. فالتحكم في المشاعر وفي أو المشاعر اللي تتحكم فيك هي سر حياتنا. هكذا سوف أنطلق بهذه الأمسية بهذه الحكمة التي هي بالنسبة لي شعار المشاعر التي هي رمز النجاح أو الفشل في الحياة. واخترت هذه الأمسية بعنوان ابني مشاعر ابنك، لأهمية بناء المشاعر في حياة كل إنسان كبيرا كان أو صغيرا. فإدارة مشاعرنا تعد من الضروريات لإدارة حياتنا بكل جوانبها السلبية أو الإيجابية. ومن ثم سنمرر أسلوبنا ومهارة إدارة مشاعرنا لأبنائنا طبعا. ألسنا نحن القدوة لهم؟ وبما أن المشاعر والانفعالات تمثل جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، بل في حياتنا إجمالا، وتمثل أيضا استقرارنا النفسي والسيكولوجي والبيولوجي والسوسيولوجي، كلها مترابطة في بعضها ومرتبطة بمدى قدرتنا وقوتنا في السيطرة على مشاعرنا وعواطفنا. لذا صار من الضروري أن نولي المشاعر أهمية بمكان مع لبناء أو معا لبناء جيل الغد، ومعا لنبني تربية إيجابية. نحب قبل ما ننطلق للمحاور ديجا حطيت لكم الأهداف متاع الأمسية، وما يسالش أقرأها بتمعن حتى لا يضغطنا الوقت. سؤال تفاعلي قبل كل شيء: ماذا تتوقعون من هذه الأمسية؟ كان فما إجابة واحدة ما يسالش، اللي حاضر فقط، ما يسالش حتى اللي بعده هو يكتشف هل توقعه سليم أو هو أصاب في توقعه أم وجد أكثر أو أقل. فمرحبا باللي معايا، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بس، مرحبا منيا، مرحبا فاطمة، مرحبا سيدة، الناس الكل مرحبا بكم. ماذا بيا اللي عنده إجابة ينعشني كما يقول عندي طفل في الروضة يقول لي عندي حماسة شديدة، وأنا أيضا لي حماسة شديدة لمعرفة توقعاتكم من هذه الأمسية. تفضل سي زهير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله صيامكم جميعا، وإن شاء الله ربي يثبت الأجر للناس كلها. مرة أخرى أجدد شكري لك ولكل من أشرف على هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاوها في ميزان حسناتكم يا ربي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. كالعادة توقعاتنا ستكون في محلها بإذن الله، نخرج دائما بفائدة، وسنحاول أن نطبق ما تعلمناه على يديكم مع أبنائنا وتلاميذنا، وحتى في حياتنا الشخصية معنا إن شاء الله. إن شاء الله سيكون خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. أنتظر إجابة أخرى ثم نواصل. لا إله إلا الله. ممكن تسكر الميكرو؟
إذا كان ما فماش ما يسالش. مدام هدى رافعة اليد، كان أي أمكن تجاوب. عسلامة. عسلامتكم. عسلامة، صحة شريبتك. إن شاء الله كل رمضان وإحنا ملمومين مع بعضنا. آه المشاعر وما أدراك ما المشاعر اللي نعم، خلاني نحرص باش نكون معاك يا ألفة. أكيد. كلمة المشاعر، خاطر فما اهتمام الحقيقة شخصي عندي عام، وأني مركزة على حاجة اسمها مشاعر واحتياجات. ومعناها بغض النظر اسكو مشاعر الطفل أو مشاعر حتى الكبير. آه، آه، و- وكي شفت ابني مشاعر ابنك أثارني العنوان شوية. كيفاش أثارني؟ آه، نعرف اللي المشاعر موجودة، وبالفطرة كل صغير يتولد عنده مشاعر، والمشاعر هذيكية تتبدل حسب الظرف اللي يعيشه الطفل. اللي أني نعرفه زادة، نعرف إنه المشاعر لازم تحترم ولازم تفهم. لكن ابني مشاعر، دونك فما هكا بربشتني شوية وخلتني متشوقة باش نعرف كيفاش باش تدخلوا الموضوع. اسكو بالحق المشاعر تبنى، اللي نعرف انه المشاعر تفهم و... وتراعى المشاعر. اما اني نبني مشاعر، الاكيد باش تكون عندك الاضافة اللي اني معناها اللي اني نستنى فيها. إن شاء الله. وبالتوفيق يا ألفة، بالتوفيق. عيشك، بارك الله أكيد فيك. لازم إن شاء الله، إن شاء الله المشاعر البداية أو تبقى. مشاعر أخرى نحبوها تكون موجودة، معناها إن بين شاء المشاعر بين الموجود والمنشود تقريبا. حاجة ما إن شاء تكون قراءتك حاجة أخرى. الله. وربي يوفقك. أكيد، أكيد، مادام مربيين، مادام إحنا نمشي في نفس الطريق وعلى نفس الطريق بحول الله، وربي إن شاء الله يهدينا إلى الطريق المستقيم. ديما نقول هذه، يا ربي يهدينا إلى الطريق المستقيم بجاه أيامك الفضلى يعني. جميل. ثم شكون آخر وإلا نتعدى باش ثم شكون يحب يضفي ما لديه من مشاعر. به. آه، أنا فما مدام مدام منيا ألفة. يا ألفة. فما مدام منيا. أي مدام منيا معاكم، صح شربتكم. يعطيك الصحة. أنا نتوقع في نهاية الأمسية هذه إن باش تتحرك فينا برشا مشاعر، ربما كانت كامنة راكدة جامدة، باش تتحير الليلة، وباش نفيقوا بها الليلة، وربما نكتشفوها كانت متخبية فينا وباش نكتشفوها الليلة، باش احنا نجموا بعدين نبنوا مشاعر صغيراتنا. نتوقع حاجة كما هكا. دغدشة، ثم دغدشة. صحيح، تو انت باش تحيري فينا برشا حاجات. إن شاء الله. ان شاء الله، بالنسبة ربي معاك وربي يوافقك. الحمد لله، إن شاء الله. المحور الأول سوف يكون حول أهمية المشاعر لصحة النفسية للطفل. قبله سوف يكون هنالك مفهوم المشاعر. ثم المحور الثاني، متى وكيف نعلم أطفالنا المشاعر. المحور الثالث، مهارات التعاطف وأهميتها في النمو العاطفي والاجتماعي. والمحور الرابع، الآباء المثل الأعلى للتعاطف. المحور الخامس، لنكن حذاري من كنية الآباء الهليكوبتر. والمحور السادس، استراتيجيات لتجنب وضع الطفل مركز الكون. ننطلق للسؤال اللي هو: ما هي المشاعر؟ المشاعر المشاعر هو مصطلح لاتيني مقتبس من كلمة إيموغرافيا، وتعني الإثارة. فهو مصطلح جامع للعاطفة والحس والشغف. المشاعر هي أحاسيس شديدة موجهة لشخص ما أو شيء ما. والمشاعر أيضا هو الشعور بشيء نشعر به باستمرار. فهو مزيج من الطاقة والحركة، مما يدل على أن الحياة حركة دائمة. كثير من الأمور الحياة تدور حولها المشاعر، فالمشاعر ترفعنا
وهي ذاتها تهبط بنا إلى أسفل درجات الأحاسيس. ووفقا للأنظمة الأكاديمية في علم النفس والفلسفة، تنطوي المشاعر على تجربة ذاتية واعية تتميز بالتعبيرات النفسية والجسدية والتفاعلات البيولوجية والحالات العقلية. إذن هكذا المشاعر هي كل ما نحس به، وهي لها علاقة باللب وعلاقة بالقلب، فهما يتواصلوا في بعضهم. وفي هذا عندنا يعني المشاعر لها أهمية للصحة النفسية، سواء صحة نفسيتنا إحنا ككهول أو كبار أو شباب، وأيضا بالذات لها أهمية على مستوى صحة النفسية للطفل. فيا ترى ما هي أهمية المشاعر للصحة النفسية لدى الأطفال؟ سؤال تفاعلي حسب رأيكم. ما أهمية المشاعر للصحة النفسية لدى الأطفال؟ يا جماعة الخير، نتعداو هو سؤال تفاعلي. ما هو الهدف من تعليم وتدريب الأطفال تعابير أو معاني الوجه؟ نحن فما عملية استباقية للشريحة، لكن هنا باش نتعداو للمحور الأول اللي هو أهمية المشاعر للصحة النفسية للطفل. إذن المشاعر، بالنسبة لأهمية وأهمية المشاعر للصحة النفسية للطفل تتمثل في أن المشاعر بما أنها هي هدية من الله عز وجل لنا، فهي تحمل رسالة معينة، والمشاعر تجعلنا أصحاء إذا ما عبرنا عنها بطريقة صحيحة، ويتم التعبير عن هذه المشاعر من خلال السلوكيات. فمثلا الإنسان الخائف نجده يهرب أو يقاتل، والطفل يولد كامل المشاعر لكنه قليل الخبرات في طريقة التعبير عنها، الأمر الذي يجعل سلوكياته غير مقبولة أحيانا حتى وإن كتمها، فإنه لا يجعلها تختفي، فهي تخرج بطريقة غير صحيحة، بل إن كتمانها قد يؤثر على صحته النفسية طوال العمر. لذا صار من الضروري تعليم الأطفال المشاعر وفهمها والتعبير عنها، خاصة وأنها تعد من أهم وسائل التواصل وبناء العلاقات. والطفل كصفحة بيضاء في حاجة إلى تعزيز قدراته في التواصل، وذلك من خلال تعليمه فهم نبرات الصوت ولغة الجسد وتعبيرات الوجه، وذلك حتى يتمكن من التفاعل مع المشاعر وطرق التعبير عنها كمشاعر الغضب والخجل، مما قد يضر بصحته النفسية ويؤدي إلى اختلال في شخصيته وفي نموه الغير سليم. وبصفة عامة في وقت مبكر يتعلم الأطفال 6 مشاعر أساسية، وهي الحزن والفرح والاشمئزاز والغضب والدهشة والخوف. يعني هذوما المشاعر هذوما يعرفهم من حيشة اللي خرج من كرش أمه. إذا كان ولد باش يبدا يفرح وقت اللي ياخو ثدي امه ويبدا يرضع في الرضاعه، يشمئز عندما تعطيه ماكله غير اللي هو متعود بها، وخاصه حليب الام. وثم بشوية بشوية لين تولي المشاعر تبدأ تتركب فوق بعضها، لين يولي هو يفهم، ما يعرفش التسمية، لكن يعرف إنه هو وقت الحزن وقتاش، وقت الفرح وقتاش يفرح. وساعات صغير تلقاه يدخل عليه شخص غريب يولي يبكي يولي يحزن، واحنا ما نعرفوش، معناتها نقولوا يا خاطر ما عرفوش، لكن احنا في قارة نفسنا نعرفوا إنه الطفل هذا بما أنه ما عرفش الشخص وهو غريب عليه فمعناتها ولا يبكي، وكذلك يفرح عندما يرى أمه ولا والده ولا أي واحد من الأقارب. في هذا يجي سؤال تفاعلي وننتقل للشريحة اللي بعدها. ما هو الهدف من تعليم وتدريب الأطفال تعابير أو معاني الوجه؟ سؤال تفاعلي من فضلكم. ما هو الهدف من تعليم وتدريب الأطفال تعابير ومعاني الوجه؟ زهير تفضل، ومدام فاطمة. سي زهير ومدام سي زهير، يلا.
سي زهير معايا؟ تسمعوا فيا؟ صوتي مسموع ولا؟ اي نسمعوك. صح خاطر شريط. انا طلبت. اهلا وسهلا. شريط بديش- يعطيك الصحة فيها لما نحدوها. السؤال قلت لنا ما هو الهدف من تعليم وتدريب الأطفال عن تعبير ومعاني مشاعرهم. أي هنا باش نعرفوا مشاعر أطفالنا، نتعرفوا على كل ما هو في باطنهم الداخلي، كان يعبروا عن فرحتهم، نعرفوهم بالجريماس متاع وجههم، بالفرحة متاعهم، وكان يعبروا عن حزنهم نعرفوهم زيادة من الوجه متاعهم، نتعرفوا معناتها نعرفوا شنو هو. مثلا كان قدموا لهم حاجة يحبوها ولا ما يحبوهاش، يعطيونا هي التواصل، هي أداة تواصل بيننا وبينهم، معناتها من الجريماس متاع وجهه، من فما معناتها نعرفوا حاجة يوصل لنا كل معلومة. هو ساعات تلقاه صغير يخاف من امه ويخاف من بوه، ما يحبش حاجه ما يحبهاش ولا حاجه يحبها، يخاف من امه ويخاف من بوه، ما يحبش يوصلها، اما من التصرفات نتاعو من الجريماس نتاعو يوصلها من غير ما يشعر، حاجه لا اراديه. يعطيك الصحة. أي شكرا. شكرا، يعطيك الصحة. سي زهير من 10 عندك الكلمة. الأستاذ من خلال أنه الطفل ينجم يتواصل مع البيئة متاعو، لأنه نحن اليوم نهملوا في حياتنا اليومية وحتى في حياتنا الخاصة مع صغيراتنا ولا حتى مع تلامذتنا، نهملوا ردود أفعال التلميذ، وإلا أنه يبدي معناها امتعاض من الحصة، وإلا يبدأ امتعاض من شخص معين، وإلا من كلمة يسمعها، والله وإلا جيت من على الجرح. جيت على الجرح بالضبط. بالضبط هذا هو. يعني أنا الحق الحمد لله تلمذتي مثلا تو بحكم أني ساعات نخرج من المدارس ونحكي لهم عن الحياة وشنو يلزمهم يعملوا وكذا، ولو يعرفوني وقتاش نجي ما تغشش، ووقتاش نجي باش نعدي حصة تاع ضحك ولعب وتعدى درس خفيف، ونهار يعرفوني متغش يقولوا لي مسيو اليوم ماكش عادي، انت فما حاجه مقلقاتك ولا متغشش ولا ناقص نوم ولا كذا. يعني خلينا نحن ديما نكونوا قراب لصغيراتنا. علاش انا نبدا ناكل وعيني في التليفون، نبدا ناكل ونحكي مع امه ولا مع اخوه وهو مش لهنا، وهو يبدا يستفز فيك، يا اما يحب يلعب خاطر هو عنده طاقه يحب يفجرها، يحب يلعب، يحب يهرش، يحب يضحك، الساعتين تاع الليل يحب يسهر. انا ما نجمش نسهر ساعتين تاع الليل، هو ساعتين تاع الليل يحللوا وقتها السهريه والجو. علاش نحن ديما نخلوا صغيراتنا ديما في زاويه ضيقه، الزاويه منفرجه ما فماش، ديما زاويه ضيقه، ديما حطوا في 45 درجه، ما تخليش يتحرك، يفوتش 45 درجه، احسن غادي في تركينه بالشلاكه بالعصا بالتويو بالسبته، بص عايز تتكلم، تاكل ولا تاكل طريحه، تمشيش تقرا تاكل طريحه، ما تاكلش هذيك تاكل طريحه، تضيع هذيك تاكل طريحه. يولي حتى هو اذا كان تصير له اشكاليه برا في الشارع ولا حتى في المدرسه ما يردش الفعل، ويظهر الشيء هذا في ملامحه، اذا كان يكون متعارك، اذا يكون شكون معناها سامحني بخسوا واحد ولا ضربوه ولا فكروه نتاعو ما يردش الفعل، اما تظهر الملامح في عينيه. نحن ما عندناش قراءات للاعين والملامح الطفل. علاش؟ لانه نحن ديما ابعاد على صغيراتنا، بداوى الاحترام، خليك بعيد على صغيرك باش يحترمك، لا ولدك ولا بنتك ولا حتى تلامذتنا لازم نكونوا قراب لهم برشا، اقرب من انفسنا. ومن بعد شو علاش التلميذ يتصرف التصرفات هيك؟ ما هو البنات ما يعطيك هو الصحة. الطفل هو. علاش نحن نخلوا ديما يعطيك كل الصحة. شيء هكذا في سيفري البال؟ بالحق معناتها الطفل هو مش مسألة ذاك بقدر ما شوية الكهل، ولا هو بجوده يحب على الراحة النفسية متاعه، فراحته النفسية والمشاعر اللي يحس بها يبعثها للطفل.
وخاصة المشاعر السلبية. المشاعر السلبية وقت أي اللي البو ولا المربي يبدأ عنده في حالة الغضب، يصب جميع الغضب نتاعو يصبوا على ابنه أو على الطالب أو على التلميذ. فالتلميذ يولي هو بجوده ما عادش يعرف المشاعر. علاش يحب يعرف؟ خاطر الصغير هو راهو ديما عنده لماذا، ديما يحب يسأل، وكالتساؤل هذاك ديما اللي يخليه يسأل يا ترى شبيه بابا متغش، ولا شبيه ماما، ولا شبيه والله سيدي، ولا شبيه انيستي. سامحني يبداو يتغشوا. علاش؟ لحظة ويعرفوا راهم هما عندهم حاسة. يعني تفضل. حقيقة في النقطة هذه عندي ولد خويا عمره بس عامين وستة شهور تو، يعني مصلي على النبي ما شاء الله عليه، معناها فاصح بشكل غير عادي. عاد يجيني الصباح يجيبوا بابا حدانا باش يخليه يمشي يخدم، يجي يحل عليا البيت، يقول لي هذيك شنية؟ نقول له هذيك مكتبة. ايه يقول لي وعلاش؟ نقول له راهي مكتبة نحط فيها كتبها، نكتب قصص كذا. يقول لي وعلاش؟ يقول لي وين ماشي؟ نقول له ماشي نقرا. يقول لي وعلاش؟ نقول له راهي مش نمشي باش نجيب لك الفلوس، باش نجيب لك فخر الشهريه، نجيب لك البنان. يقول حالة لي التساؤل. وعلاش ماشي تخدم؟ يعني تحسوا انه يحب يكتشف بطريقه يعني هو معناه، رغم انه انا يوتر لي اعصابي بكلمه وعلاش وعلاش وعلاش، خاطر يعاودها اكثر من مره وين ماشي وعلاش صدق وعلاش وعلاش. ما نقولوش توتير الاعصاب بقدر الضغط النفسي. يعمل لك ضغط نفسي ويعمل لك مشاعر، انا تحس بالحاسه انك اللي فما بالحاسه بالحاسه يهيج فهمتي لك لانه المشاعر نتاعك. لو الصغير هو آه. برنامج لحد هذاك هو. المستقبل. فاحنا اذا كان يكون قلنا مهزوز شخصيه راه باش يتعب في المستقبل. اذا كان يكون يتربى تربيه وهذاك هشه علاش نوصيو، راه بيأثر على الاسره في وذاك المستقبل. علاش نوصيو اكيد. قلت لك وذاك علاش نوصيو بالصبر مع أبنائنا، والتصبر وسعة ورحابة الصدر في أسئلتهم، في الإجابة على أسئلتهم، دون أن نمرر لهم الغضب متاعنا أو نقولوا إحنا الانحباس النفسي. هذا كل ما يزناش نمروا لأبنائنا، خاصة أثناء أثناء السؤال. قلت لكم عاد بالنسبة للهدف من تعليم وتدريب الأطفال معاني المشاعر. أول شيء حتى ينجح في التواصل مع الآخرين ويتمتع بصحة نفسية سليمة. ايش معناتها هذا؟ معناتها انه يولي يعرف كيفاش يحكي ووقتاش يحكي، مش وقت معناتها يفهم لغة الجسد للطرف المقابل، خاصة الولي أو المربي. ثاني شيء الشعور بالقدرة والثقة بالنفس، انه كي يتعلم تعابير الوجه ومسامات ولغه الجسد والمشاعر، اللي خاطر المشاعر على منين تفضى؟ تخرج من الوجه، من تقاسيم الوجه، من لغه الجسد، من العينين. هذا كل واللي اذا كانت الصغير ولا يعرف التقاسيم هذه ويعرف الرموز التي تخرج من الوجه، راهو بطبيعته باش يولي يفهم كل تعبيرة وجه يعرفها تدل دلالاتها. أيضا التمكن الدراسي والتوازن في الحياة الدراسية ثم الحياة العملية. أيضا من بين الأهميات نجد أنها تتعزز لديه العواطف الإيجابية كالتعاطف والتعاون والتراحم والتحكم في الغضب والخجل. علاش تو برشا صغيرات نلقاوهم في ساعة ما يعيطوا، في ساعة ما يبكيوا، في ساعة على أقل حاجة، لأنه ما تدربش على أنه يتحكم في الغضب نتاعو، لأنه ما تعلمش أنه يشوف أمه ولا أبوه متحكمين في الغضب نتاعو. أيضا أنه من بين الأهمية أنه المشاعر تعلم الطفل وتدربه على التراحم والتحكم، التراحم والتعاطف. أيضا من بينها قدرة التعبير عن المشاعر ومواجهة صعوبات الحياة، التمتع بقدر عال من مهارات المرونة والتكيف. ايش معناتها من مهارات المرونة؟ معناتها يكون لين، ما يكونش في ساعة يتغش، ما يكونش في ساعة أقل حاجة تغشه، أقل حاجة تبكي، أقل حاجة تفرحه. فما مرونة في التعامل مع الآخر، خاصة في العلاقات ما بين أترابه. التعبير عن المشاعر بطريقة صحيحة تمكنه من التحكم في الانفعالات بطريقة إيجابية، مما يساعد الطفل على تفاعله مع العالم الذي من حوله. أيضا المشاعر تمكن الطفل من تعزيز قدرة التفكير. نشقص الريزو، نعاود نرجع. قلت المشاعر
تمكن الطفل من تعزيز قدرة التفكير على المواقف واختيار ردة الفعل المناسب. لذلك حسب رأيكم متى وكيف نعلم أطفالنا المشاعر؟ نمشيو للي بعدها. لازم ناخد متى كلمة. وكيف نعلم. تفضل مدام مشكو معايا. هدى. مدام هدى. أي. ألفة حبيت تفضل مدام. قبل ما متى وكيف، قبل ما نجاوب على متى وكيف، الهدف الصحيح هو أن نعلم أولادنا المشاعر، أن نتواصلوا معاهم بالكدا. هذا هدف باهي برشا. لكن هل أولادنا، فما سؤال مهم، هل أولادنا، حتى أولادنا، هل إحنا الكبار عنا معرفة جيدة بالمشاعر؟ هل إحنا نفرقوا بين حاجة اسمها مشاعر واسمها احتياج؟ اللي في عمر في الطفولة المبكرة تمشي بالرموز وبلغة الجسد. في البداية من المرحلة الابتدائية نشوف حسب رأيي إنه التلميذ لازم يعرف شنو هي المشاعر، يعددها، يقولها لنا. قد يقول لنا حاجة ما هيش داخلة في المشاعر، داخلة في الاحتياج. لازم يوصل المرحلة ينجم يعبر على المشاعر بعد ما يعرفها. وبعد مثلا ناخذ مثلا السعادة، مثلا السعادة اسكو هي مشاعر ولا احتياج؟ اسكو هي تجي مشاعر واحتياج في نفس الوقت؟ ما احنا باش نمشيو من بعد. صبرك علينا، صبرك عليا يا اختي. راهو بعد نمشيو لعجلة المشاعر واللي هي باش ندربوها الطفل، وبعد باش نمشيو نوريوش معناتها المشاعر من خلال عجلة المشاعر. خاطر عجلة المشاعر هي اللي سوف كيفاش الصوت متقطع، مش اسكو مني ولا فما مشكلة في الصوت، الانترنت اصلا مش عادية. باهي نفوت نقطة انه يعرف المشاعر، انه يعرف المشاعر الكل، يعرف يسميها واسكو يحس بيها الكل ولا لا، ويعبر عليها. امتى نبداو نعلموهم؟ نتصور اني من حد هو بيبي صغير باش يتعلم المشاعر ونتعلم يعبر على مشاعره، وكي نعبر اني قدامه يتعلم هو، وكي يعبر هو قد يعبر بالجسد نتاعو، قد يعبر بوجهه، لكن ما يعرفش يسمي، نعاونو باش يسمي فقط. هذاك هو صح، ما يسميش، هو ما يبداش يسمي، من بعد شوفوا وقتاش يبدا يسمي المشاعر. لكن في مراحل الاولى يعرف انه هو متغشش. لكن المشاعر، مشاعر الغش يعرفها وقتاش وكيف، وقتاش تكون ومع شكون، ومشاعر الفرح يعرفها مع شكون ووقتاش، لكن ما يسميش، فماش تسميه. سي وليد معنا، مرحبا بك، كان يحب ياخذ الكلمه. سي وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا بك. تحياتي لجميع السادة الحضور، تحياتي لمحاضراتكم القيمة. أود أقول أن المشاعر لا تقدر أولا. ثانيا المشاعر أصدق تعبير للإنسان. قد نقول ما لا نشعر به، لكن المشاعر تعبر عن ما يجيوش في خاطرنا. يعني المشاعر تعبر في الظاهر وفي الباطن، لكن الكلام ممكن أعطي كلام لا يعبر عن المشاعر الحقيقية، لكن المشاعر هي التي تظهر ما في داخل الإنسان. ويتعلم الطفل المشاعر منذ ولادته، يحس بحنين أمه ويحس بحنين أبيه، ويعرف والدته ويتعرف على والده من الحنية ومن المشاعر. ليست فالمشاعر جزء كبير منها فطري وجزء مكتسب. الجزء التعبيري هو الجزء المكتسب، لكن الجزء الوجداني جزء فطري. أشكركم شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ وليد على ما أضفيت به. صح أنه عندنا جزء مكتسب وجزء فطري، والجزء الفطري هو اللي أقل من الجزء المكتسب، وهذا ما سنراه بعد قليل في عجلة بلوتشيك. فالمشاعر حقا هي بالنسبة للأطفال هي مشاعر صادقة. وقت اللي يبكي صغير فصدقا هو متألم أو به مشاعر الغضب. عندما يفرح ويسعد أيضا فهو من الداخل هو سعيد بصدق. بينما يمكن هذه المشاعر تتقلص الصادقة تتقلص بالكبر، ثم تتبلور مع الاحتياجات السيكولوجية أو البيولوجية أو الفيزيولوجية. في مرحلة المراهقة أو الشباب، خاصة الشباب، تبدأ التقلص في هذه المشاعر الصادقة، وتبدأ تتبلور وتولي متماشية حسب وجدان الشاب أو الكاهن. عفوا. توصلت بعض الأبحاث إلى أن الأطفال بإمكانهم تمييز المشاعر والتنبه إليها منذ الرضاعة كما قلتم أنتم، أي بعد الولادة وقبل نطق الكلمات. وفي مرحلة نطق الكلمات سيكون له المجال أوسع وأرحب لتعلم المشاعر وكيفية التعبير عنها بطرق بسيطة تتناسب مع عمره. وعديد الأبحاث النفسية والعلمية أظهرت أن الأطفال الرضع يستطيعون التمييز بين مشاعر معينة بعد عمر 14 شهر. وفي سن 6 أشهر يمكن للآباء بدء تعليم أبنائهم الفرق بين المشاعر. معناتها ينجم في 6 أشهر ينجم يفرق، يقول له أنت تبكي خاطر شنو يوجع فيك بابا، عندك أحية، هذه ديما نقولها إحنا. وإلا يبدأ فرحان، أنت تحب حلوى، تلقاه فرحان حتى على كعبة حلوى الصغير يبدأ فرحان برشا، وتبدأ عنده معناتها مشاعر الفرح. وفي عمر 18 شهر 18 شهرا يمكن تعليمهم التعبير عن المشاعر. لذلك وجدت آليات لتعليم المشاعر. ونمر إلى آليات تعليم أطفال المشاعر. وقبل أن نمر لهذه الآليات أردت فقط أن أعرفكم بعجلة بلوتشيك، اللي هي عجلة عواطف والمشاعر. وقد ابتكرها بلوتشيك سنة معناتها في ظهر أواخر 1900 حاجة كي هكا، والله نسيتها مثالش، أما هي حاجة كي هكا فوالا. وهي 8 عواطف أساسية، وهي الغضب والترقب والاشمئزاز والخوف والفرح والحزن والمفاجأة والثقة. هذه العجلة مرتبة بشكل دائري حيث يحتوي كل قسم على 3 درجات مختلفة لكل عاطفة. أنا ديجا حطيت لكم العجلة مرتبة في شكل دائري حيث يحتوي كل قسم على 3 درجات مختلفة لكل عاطفة، مع وجود العاطفة المركزية في المنتصف، وهي تمثيلا مرئيا للعواطف الأولية، حيث كان من الصعب جمع المشاعر الإنسانية. معناتها المشاعر الإنسانية وصلت إلى 34,000 شعور، برشا مشاعر. علاش قلنا احنا راهي المشاعر الأساسية هي فطرية أولية، ثم مع السن ومع العمر يبدأ الإنسان هو حتى الفرح عنده درجات، الحزن عنده درجات، السعادة عنده درجات، لين وصلوا إنه فما 34,000 شعور ينتابه الإنسان في حالاته اليومية أو في حالاته الحياتية. ولذلك تكون عجلة المشاعر أداة مهمة تمكن الناس من وصف مشاعرهم والتعبير عنها، بالإضافة إلى فهم العلاقة بين مشاعرهم وشدتها واتخاذ قرارات مستنيرة والبحث عن حل حتى يصبحون أكثر وعي بالذات ورحما مع الذات. فعلى سبيل المثال ساعات الإنسان في مرحلة معناتها عند الغضب، كلما كانت درجة الغضب قوية تكون اللون متاعها يكون في عجلة بلوتشيك يبدأ تكون اللون متاعها أغمق، وكلما كانت أخف
الغضب معناتها فما غضب عادي مود كل يوم ساعات نتغش الغش هذاك ولا الغضب هذاك، لكن يمر وليس بغضب قوي، يكون اللون فاتح وهكذا. يعني حتى في الفرح زاد كيف يعطيه ألوان وكل لون يختلف حسب الدرجة، يكون اللون الغامق الداكن ثم إلى أن يصل إلى اللون الفاتح. بالنسبة للآليات هذاك علاش اخترت لكم آلية استخدام عجلة المشاعر أو مكعب المشاعر. وهنا حابة نخليكم لحظات مع فيديو أنا قمت به مع أبنائي وبعد تو نتحاوروا على هالفيديو. تفضل معكم الفيديو لو سمحتم تفرجوا عليه ونرجعوا. اوكي لحظات نحطوا الفيديو. حابش يخدم مدام مهان؟ لحظة جست البارتاج. اوكي. لافتة وعندكم تو ظهر الفيديو. اي تاخذ لافتة وتقول لي شنو هي اللافتة هذيك على ما ترمز الوجه هذاك يرمز لشنو. يبكم لافتة وعندكم مكعبات فيها المشاعر. باش تاخذ لافتة وتقول لي شنو هي اللافتة هذيك على ما ترمز الوجه هذاك يرمز لشنو. لما يرمز اللافتة اللي عندك. ايش عندك اللافتة الأولى؟ اللافتة هذه شنو هي؟ مضروبة فوق واحد. لا؟ عين واحدة. عين ايش فيها عين؟ دايخ. وهي أخذك كيفاش يضحك ولا ما يضحك؟ يضحك على روحه. إذا هو الفرحة الشديدة. الفرحة الشديدة. يلا حاول تعملها. وأنت ايش عندك؟ ايش بيه هذا؟ يفكر في ماذا؟ بخرج لسانه. ايش يفكر؟ فيما يفكر؟ في شيء لذيذ. أحسن. إذا حابب نمشي ازاي؟ يلا خرج لي لازم تحاول تحطهم أبدأ أفكر. نجم. نعم. أنت تو ذكية نجمت تحطها لكن لازم تحط هذه مع ليتا كيفاش؟ لا. إذا هذه لا متشككة. خليها بالاتجاه العمودي. خليها في الاتجاه العمودي. لا الفم غلط. صلح الفم. كيف حتى أنت اتجاه عمودي معناتها باش تمشي اتجاه عمودي. أي عاد عاود صلحها. أنت عملتها من الأول صحيحة ومن بعد غلط. باش تعمل عين وفم فقط. لا غلطة. هاي حاجة بديهية. يلا أبدأ أفكر في دهشة الفرح. هذه دهشة الفرح. عندك العين هذه هكا وهذه هكا. برافو. أنت كيف هذه واحد جيعان ولقى حاجة لذيذة
التمتع. هذيك المتعة، متعة الأكل. هذه كما في رمضان احنا توا صايمين وباش نلقاو ماكلة بنينة. نقول انها هذه شبيك حطيت لي الأوراق نتاعك يا ولدي، حط بالورقة شبيك حطيت لي هذه هي باش تستغل. هي شبيلي غضب على راحتك يعني غضب وادي. هي متعة لذة لذيذ. الأكل لذيذ في رمضان. هذيك هي. عرفنا ترى كيفاش صحي. نتعديو الفيديو اللي بعده. هاي عدي الفيديو اللي بعده واصلوا. اوكي. لحظات نعاود نحل الفيديو. إلى متى ترمز هذه اللافتة؟ إلى متى ترمز هذه اللافتة؟ إلى السعادة. وسعادة مع من؟ مع من السعادة هذه؟ كيفاش عملها هو؟ أعطيني كيفاش يعمل. إني وري هذه بوجهك كيفاش عملها. يا وحدة. صحيح. أنا جابها هو حتى أنت تجاب. أي عم. لا وهذا يشبيه هذا. شبيه. أنت باش تعمل هذه؟ أيوة هذا باش يبكي. مستعد للبكاء. هذايا شادد البكي. مستعد للبكاء. أحسن. ابحثي عن هذه المكعبات، عن هذه الصورة، عن ملامح هذه الوجه. يلا ملامح هذا الوجه كيف؟ والله بقدر تعملها كما تلك واقفة. انت حبيت تعملها واقفة؟ ما جاتكش؟ لا ما جاتكش. خليها عاودة كحة منبسطة. كيفاش هذا تو بقيت بطل هذا بقى العين. ما نخرجش بقى العين. العين الكبرى. هذه العين الصغرى. هاي أنا عاونك سأساعدك. شوف العين الكبرى وين؟ عين كبيرة وعين صغيرة. هذه عين صغيرة. ما جاتنيش. العين الكبيرة. سلامتي. كيف هي المحالاة العين هي موجودة. ريتهم ولا؟ خاطر ما حبيتش تزيد تطول في المسألة سيما باش تقرا. وريني يا
برافو صحيح، تعملها بالصيغه العموديه احسن. لا انت كمل هذه عاد، ايش بك هكا؟ كمل هذه باش تحط الفم. والفم هذا من هنا يضحك. والفم هذا من هنا جاتك مزيانه. فوالا وهذه مش فرح يغفر الواقع. أنا أساعدك، ساعدتك، انظري من هنا. أوكي. نرجعوا بعد ما تفرجتوا على زوز الشرائط. هذه من بين الآليات الحلوة برشا اللي إذا كان الأب يحب يفهم مشاعر ابنه في لحظة من اللحظات ينجم يلعبها، ينجم حتى يخدمها باليد، يرسم ويلعب البطاقات. معناتها أنا واحدة من الناس خدمتها ونخدم عليها برشا، خاصة وقت اللي يبدأ الصغير يجيني متغشش ولا نحس في عنده ملامح الحزن أو الغضب، ندخل معاه ونلعبوا ونرافقوا في الفترة هذيك. قبل ما نتعدى، شكون يحب ياخذ الكلمة معايا؟ شكون يحب؟ فما شكون يحب ياخذ الكلمة؟ به نواصلوا. فما شكون؟ أي تفضل. تفضل مدام السي زهير. يلا سي زهير، تحب تعلق على الشريط؟ تعلق. احنا ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وجعل بينكم مودة ورحمة. وقتاش تصير الحكاية هذه؟ تصير بعد الزواج بحسن المعاشرة وحسن المعاملة بين الزوجين. في لحظة أنه الأب والأم يكون عندهم صغير باش يكون ديما يرافقهم. إذا كان الأب والأم دائما في صراع، ديما الأصوات مرتفعة، وديما ما همش متفاهمين، ديما أنا أقل حاجة تصير مشكلة في الدار، ديما أنا أقل حاجة تزهي الفاليز بتاعها وتخرج تخليه وحده، ولو يخرج يخليها وحدها، ولا يرد رد فعل عنيف يضربها ولا تضربه. الصغير باش يصير له نوع من الاضطراب، وباش يولي يتعامل بالطريقة هذيك نفسها، سواء مع أقرانه وسواء حتى مع الأب متاعه والأم متاعه. هذاك علاش لازم نحن في معاملاتنا وحتى في خطابنا للأم وللبنت وللزوجة يكون الخطاب خطاب لين. أول حاجة نخليه الصغير يتربى على المبادئ هذيك والمعاملة الطيبة بين أفراد الأسرة، وزي حاجة نخلوه عنصر فاعل وقادر إنه يتكيف مع ذاته بل الآخر، لأنه هو العنف باش ينطلق من ذاته. أما يرد الفعل في ذاته يجب يضرب روحه بسكينة، يجب يجرح روحه، يجب ينقز، يجب يعمل أي حاجة. ثم رد فعله للطرف المقابل انطلاقا مما يشاهده ويسمعه، وهذا للأسف قاعد يصير برشا في برشا عائلات وما عارفين حتى أهمية. أكيد والتأثر. وذلك علاش قلنا كلمة البناء، لأنه البناء الزوجي هو يبنى على المشاعر. انطلاق البناء يبدأ من الحياة الزوجية، وبناء المشاعر ينطلق من الحياة الزوجية. فدي علاش احنا توا ديما نحاولوا انه نرجعوا ديما نعود ونرجعوا للأم والبو، لأنهم هم أساس بناء كل حياة. أساس البناء الحياة هو من الأب والأم. فالآليات اللي احنا نحاولوا انه تكون موجودة لتعلم الطفل المشاعر، أول آلية هي آلية استخدام عجلة مشاعر أو المكعب، واللي الآلية هذه ينجم يستخدمها سواء الأب والأم، سواء المربي في المدرسة أو في المعهد. وهنالك معناتها برشا العديد من أمثلة من عجلات المشاعر اللي تبدأ من البسيطة كما اللي أنا حطيتها لكم في الديابو، أو اللي تمشي لأكثر عمق اللي فيها العديد من المشاعر واللي يوصف بها المشاعر متاعه الصغير. وبالتالي هو يتعلم المشاعر باش تنبني عليه نظرة المعرفية والنظرة الإدراكية للمشاعر اللي ذاته
واللي عند الآخر. فاللعبة هذه اللي حكيتها منها فيديو هذه صار يشوف عليها برشا. علاش؟ خاطر حتى انا توا تسمى في وقت لعب، ساعات يقول لك وقتاش شكون تغش شكون ما تغش، يبدا يفسر لك. ساعات يجوا يحكيوا لنا حكايات على الغضب اللي موجود في الاسره او السعاده اللي موجوده في الاسره، هو يبدا يلعب فيها. وخاصه كي نبدا نسال، أنا ساعات نعمل له دردشه للافتات ونقول له شكون شفته غضبان فرحان بالطريقه هذه، ولا وقتاش نفرحوا بالوجه هذا، وقتاش نلقاوه. معناتها فما اسئله هي اللي تجلب الصغير وتخليه يفرغ، عمليه الافراغ النفسي. وايضا تساعد على تعلم مجموعه متنوعه من المشاعر، وهي بمثابه نقطه انطلاق اساسيه لمعرفه المشاعر. الاليه الثانيه هي اليه تحديد وتسميه المشاعر التي يشعرون بها، وهي تساعد الطفل على تسمية وتحديد مشاعرهم. يمكن الاستعانة أيضا بالآلية السابقة. أنا مثلا كمثال نعمل ساعات نعمل لهم سمايل، وجوه مختلفة، اللي يضحك واللي نعسان واللي يبكي. هي لوحة المشاعر نسميها، نحطها في القاعة عندي مع الأطفال، والصغير اللي يدخل ياخو سمايل الوجه اللي في اللوحة، ويقول لي علاش، معناتها لازم يعبر لي علاش انتقى وجه من الوجوه اللي هي مختلفة، واللي تعبر على 6 مشاعر أو 7 حاجة هكا، واحدة الفرح، واحدة الغضب، واحدة النوم، وأخرى زادة للخجل، الأخرى للنعاس. معناتها فما مختلف المشاعر اللي نعملوهم في جدول اسمه كيما جدول التعزيز، وعندنا جدول تحمل المسؤولية. أيضا عندنا لوحة نسميها لوحة المشاعر، واللي بها الصغير يعرف المشاعر متاعه ويعبر عنها، خاصة التعبير عن المشاعر اللي يخليه يولي يفهم نفسه، يعرف ذاته، وهي كخطوة لمعرفة الذات. الآلية الثالثة هي آلية القدوة في التعبير عن المشاعر. الآلية هذه القدوة ديما نرجع للأم والبو، وقتاش البو يتغشش، وقتاش الأم تتغشش، وكيفاش، وطريقة الغش متاعهم. فما اللي يتغشش بهدوء، فما اللي يتغشش الغضب متاعه يكون عنيف، بالتكسير، بالضرب، بالصراخ. هي آلية من آلية القدوة. فهذاك علاش ديما نرجعوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت ما تنجم تغير ابنك، وما تنجم تصلح ابنك، وما تنجم تبني أي حاجة في ابنك إلا ما تبدأ تصلح ذاتك أنت. تصلح فترات الغضب متاعك، تحاول تقلص منها. إذا كان عندك فترات إنه أكل انزواء، خاطر ساعات كل إنسان يحب يقول لك أي سيبني نحب نقعد وحدي. لو الكلمة هذه كي تقول أنا نحب نقعد وحدي، حتى ولدك زاد ينجم يعملها من بعد، وأنت ما تعرفش شنو هو يعمل شنو ما يعملش، ومع شكون يتخالط ومع شكون يحكي. وإذا كان أنت أهملت ولدك، راهو فما في الشارع شكون اللي يحتضنه، وذا اللي قاعد وقع عنا توا في الوقت الحاضر. وإذا كان أنت ما تكونش القدوة متاع ولدك القدوة الحسنة، راهو عنده قدوة أخرى يمكن معاذ الله تكون قدوة سيئة، وهو يتقد بها في جميع سلوكياته، واللي هي قبل السلوكيات فما المشاعر. الآلية الرابعة آلية المطالعة والقراءة والكتب، واللي نحث عليها جميع الأولياء إنهم يحاولوا يرجعوا للكتاب، نبعدوا شوية على التليفونات، نبعدوا شوية على التلفزة. حتى وكان مش ندخلوا للتليفون أو الهواتف الذكية، على الأقل ندخلوا بحكايات وبقصص تكون فيها بناء للمشاعر، وفيها بناء المشاعر الصادقة، وبناء المشاعر اللي تحث على صلة الرحم، تحث على الصداقة الصالحة. فما برشا قصص من نوع هذا، واللي هي أيضا من بين الآليات اللي تبني مشاعر ابنك بصفة سليمة. الآلية الخامسة هي آلية البطاقات التعليمية والأنشطة المسرحية والألعاب. الأدوار، الصغير يحب ياسر يمثل الأدوار، يحب ياسر يتقمص الأدوار، سواء دور أمه أو معلمة أو أبوه أو واحد يحبه هو برشا ومتعلق به. فأعطيوه الفرصة باش ينجم يعبر بصفة سليمة عن ذلك، ومع ملاحظتك أنت تشوفوا كيفاش تنجم تصلحوا. نجم نمشيو للآلية اللي بعدها، هي آلية التشجيع والتحفيز. تشجعوا، تحفزوا، تعزز فيه الحاجات السلبية، تحاول انك تنحاها بصفة تعزيزية. معناتها كي مش يعمل هو شو يضرب خوه مثلا،
الخوك يضرب خو نحاول هو سلوك سيء، لكن أنتِ كيفاه ما تنجمش أنتِ تعيّط عليه ولا تصرخ في وجهه ولا تعمل بعض السلوكيات السلبية اللي ترجع بالسلب على علاقته مع أخواته، فنحاولوا إنه نقربوا من بعضهم ونعزّوا العلاقة بأسلوب أسلوب نقولوا إحنا صادق، أسلوب محبة، أسلوب الشعور المتبادل بالحب، بالأخوة، ما نخليوهمش لا قدر الله كيما قابيل وهابيل. فالآلية هذه من آليات التشجيع والتحفيز، واللي تخلّي الولي هو القدوة لولده في هذا الأمر، وكم من عائلة تشتتت في هذا المجال، وكم من صلة رحم آآ كم من صلة رحم تفتت، خاصةً في الأخوة، في التمييز بيناتهم، في إنك تجي مثلًا وخوذ رب خوف يعوز أنت ترجعهم لبعضهم وتقربهم وتحكي معاهم، أنت تبعد فيهم بأسلوبك بأسلوبك التربوي أو بالانتهاج اللي أنت تاخذ فيه. هذه الآلية هي اللي آلية التشجيع والتحفيز، إنك تحفزهم في محبة بعضهم، في إنهم يحبوا بعضهم، في إنهم يتوادوا لبعضهم. آلية البطاقات التعليمية والأنشطة المسرحية حبيت نرجع لها، لأنه فما برشا فيديوهات إنه وإلا أنشطة مسرحية معناتها ينجم يدخل في كلوب متاع مسرح، إنه صغير يعبّر، خاطر كيما قلنا من الأول هو يحب يتقمص الأدوار ويحب يعبّر على على كل حاجة يحب يقولها، ساعات يحب يحكي في الآخر باش تخرج أنتِ بحاجة مفيدة منه. فما آلية الاكتساب الثقة بالنفس، وإنها تترك في الطفل يتصرف بمفرده في وضعيات تتطلب التعامل مع المشاعر بالتوصل إلى حلول بنفسهم مع العين المراقبة للإرشاد والنصح والتشجيع. العين المراقبة هي اللي لازمها تكون في كل وقت، في كل وقت ما غير ما تبين لولدك انك انت قاعد تراقب فيه، تنجم انت تبدا قاعد هو قاعد يعمل في حاجه ولا في ياخذ في اسلوب معين مع اخوه ولا مع حد ولا مع اقرانه، لكن انت من بعد تصلح، ما تصلحوش في الوقت هذاك. والآلية الثامنة هي التعرف على مشاعر الآخرين، إنه بالطريقة هذه ينجم يعرف مشاعر أقرانه، مشاعر أترابه، مشاعر أصدقائه، وبالتالي يكتسب مهارة التعاطف والتراحم. والآلية الأخيرة آلية تحديد المعاني الشعورية بعد في وقت لاحق باش يولي يعرف معنى المشاعر، يولي كما قلنا من بكري إنه الصغير يولي يفهم إيش معناتها مشاعر الحب، إيش معناتها مشاعر السعادة، إيش معناتها مشاعر الفرح، إيش معناتها مشاعر الغضب، يعرف المعنى والكلمة، ولكل شعور يعطي له كلمته المناسبة والمعنى المناسب له. إذا كان فما حد أستاذ وائل إذا كان يحب يتدخل قبل ما نمشيو للمحور الثالث حول هذه الآليات، فماش تعليق حول هذه الآليات؟ شكون عنده الكلمة؟ شكون يحب ياخذ الكلمة؟ تفضل سي زهير. أنا خاطر لقيت سي زهير وسي وائل و شكون آخر؟ مرحبا دكتور إبراهيم السيد، ما نعرفش معانا دكتور إبراهيم. مرحبا بأي أي فرد يحب يدخل، أي أخ أو أخت تحب تتدخل. تفضل شكون يحب يتدخل؟ حبيت نتدخل في البطاقات. تفضل. البطاقات التعليمية حبيت نقترح فما كتاب محلاه متاع الدكتور زهير بن ترديت اسمه ألعاب درامية، وفما كتاب المسرح الطفل. زوز كتب هذوما مهمين برشا، أنا بدي نخدم بهم مع الصغار. يعطيك الصحة بالحق، فما برشا راهو حاجات، برشا كتب، برشا ألعاب إنه تخلي الطفل يتربى أو يبني المشاعر، نبني له مشاعره بصفة إيجابية. شكون آخر يحب يتدخل؟ مرحبا. عاش تفتح الميكرو أستاذة مها. تفضل سي زهير.
سي وليد اللي طالب الكل. أنا قلت وليد، قلت زهير، السلام ما عليكم ورحمة الله أحد. وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. نحن معكم. حبيت أضيف ماشي تمام. حابب بس أضيف معلومة بسيطة تجمل كل المحاضرة الرائعة دي، إن المشاعر عبارة عن رسالة ما بين مرسل ومستقبل، يعني مرسل رسالة ومستقبل الرسالة. أوضح الأمر إن لو في معلم معين وطفل في روضة أو في مرحلة ابتدائية، هناك رسالة مشاعر ما بين الطفل وما بين المعلم، أو ما بين المعلم وبين الطفل. لا يقبل الطفل على المعلم إلا إذا رأى منه مشاعر الحب أو مشاعر الود. أما إذا لم يجد منه مشاعر حب أو ود فيبتعد عنه. طبعا ذلك نلاحظه في الواقع المدرسي، في خاصة في المراحل الابتدائية ومراحل الروضة اللي هي KG1، بالإضافة إلى أن المشاعر أصدق عند الأطفال في التعبير وعن الإحساس الطفل بما يجوش في خاطر المعلم وما يكون له من حب فيقبل عليه. أما المعلم الذي لا يشعر ناحيته بحب أو رغبة، فأمر الطالب ما يود أن يتقدم إليه. أكيد أكيد أستاذ وائل، أكيد. ما بين الباث والمستقبل هنالك علاقة وطيدة جدا، وهي علاقة أنك أنت وقت اللي خاصة الطالب ولا التلميذ، المعلم والتلميذ أو الطالب أو المربي والطفل، فما طريقة التربوية أو الطريقة التعلمية أنت وأسلوبك في إعطائها. فما إعطاء بشعور، شعور محبة، وهذا ما يدركه الطفل. اللي أنت تعطي شيء أو تعلم الطفل بمحبة، راهو معناتها باش يتقبلها بصفة من غير ما تصورها في بالك، معناتها بصفة فطرية، بصفة معناتها ياسر بشغف. فوالا نفركس في الكلمة اللي هي كلمة الشغف. إنه الصغير إذا كان تربيه تربية محبة أو تعلمه تعلم بحب، راهو باش ياخذ عليك الأمر هذا، باش ياخذه بشغف، باش يولي يحب المعاملة، يحب أي أسلوب أنت تعطيه، تحب أي مادة أنت تعطيها، وذلك لأنه أحس وشعر بأن هذا العطاء هو عطاء حب. فهذاك علاش إنه كل إنسان خاصة المربي أو الولي عليه أن يصلح من نفسه، يصلح من أسلوب حياته، يصلح من أسلوب عطائه، يكون عطاء صادق، عطاء بمحبة، حتى وأيضا عطاء المحبة لإسعاد الآخر، لإسعاد سواء الآخر الطفل أو الكاهل أو الشاب. فالعطاء هذا، العطاء اللي يكون بمحبة وبشعور السعادة، هو بطبيعته سوف يأخذه مأخذ المحب. كما نقولوا احنا الام وقت اللي باش تبدا ترضع ابنها، فما اكل لهفه وكالشغف اللي هي فطريه، فما اكل فرحه الفطريه، فما اكل السعاده الفطريه. هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له مع ابنائنا توا، انك انت كي تربيه على هذا، على المحبه الصادقه، وعلى انك تعطي من عندك العطاء الحب وعطاء الصادق، هو اللي باش يحس به الصغير وباش يشعر به، وبالتالي باش يولي يتقبل منك كما قلت انت سيادتك. فما الباث والمتقبل، الباث اللي هو المربي، الباث اللي هو الام، الباث اللي هو الاخ، اي انسان هو له علاقه بالطفل. وقت اللي تعطي انت بحب، راهو يشعر بك الحاجه هذيك. فما امهات سمحهم الله، نحن باش ندخل في موضوع اخر، انه الام ديما نعرفوها انها تعطي بصدق، تعطي بمحبه، وليس هنالك حب تعطيه اكثر من الام. فمش حتى ام، معناتها فمش حتى شخص اخر يعطي العطاء يكون متاعه بمحبه. فما امهات اللي تميز الابن على البنت، او الاب الاخ عن اخوه، او الاخت عن اختها، فتعطيها فما عطاء يكون بدون حب.
فالطفل هذا يحسها ويشعر بها، مش تولي فما أكل مفارقة وكالمقارنة بين الأخوة، وذاك علاش تولي فما إحساس وشعور الكراهية بين الأخوات أو الأخوة وشعور العداوة، ثم بالتالي سوف تمر إلى الشعور بالكره للآخر في الأتراب في المدرسة، وتولي فما أكل عنف اللي نشوفوا فيه. هذه الكل راجع من شنو؟ راجع من البيئة الأسرية ومن التعامل الأسري ومن التعامل الوالدي اللي ما بين الأخوة. فأنت كي تقارن خو بخو وتجي تقول له أخوك أنت أذكى منك، عبارة قلت له أنت ما تفهمش، فهو يحسها يعرفها، فما استبطان داخلي لهذا الشعور اللي انت ما تعرفوش. والا تجي تقول انا قاعد نصرف عليك ونقضي ونشري في الليتودات وكذا وكذا ونشري في الكتب، وانت في الاخر ما جبتليش معدل باهي والا ما تعرفش تقرا، فانت ايش قاعد تعمل؟ انت قاعد تجرح له في مشاعره، انت قاعد تكسر، تعمل له في كسر للاحاسيس وفي العواطف نتاعو. بالتالي سوف يرجع هذا الكل بالضد على الطفل. وبعد نقولوا احنا علاش ابننا عنده فرط حركه ولا تشتت انتباه؟ التشتت الانتباه وفرط الحركه جاي من الشعور المشاعر السلبيه اللي اخذها سواء من الاسره نتاعو او سواء من البيئه المدرسيه. زاده ساعات فما معلمين او اساتذه ربي سامحهم انهم الطفل هذاك ذكي انا باش نمشي معاه ونقريه اكثر، الطفل هذاك ناقص شويه بربي انا باش نكسر راسي باش نقلق روحي. وربي سامحهم فما البعض يرحم والديهم معناتها متماشين، لكن فما البعض اللي هما كثر واللي لاحظتهم الله غالب معناتها يهتموا اكثر بالاسوياء اكثر من نقولوا احنا اللي عندهم صعوبات. لكن هو في الاصل الصعوبات جايه من المشاعر المنكسره، الصعوبات جايه من الكلمات اللي تهد القلب، جايه من التعامل والفروقات اللي ما بين الاخوه او ما بين الاصدقاء، او المقارنه، انك تجي تقارن ابنك بتلميذ اخر، او تقارن بنتك بتلميذه او اختها او بنت عمها اللي هي خير منها في الاعداد او خير منها في السلوك او في كذا. انت وقت اللي تجي تقول لولدك قدكش هايج ولا قدكش كذا، انت قلت زيديش، فانت عديت له الشعور السلبي وعديت له الفكره السلبيه اللي باش تبع اللي باش تنبت فيها. أنا نقول نبات، يا إما تنبت نبات حسن أو تنبت نبات سيء. فالإنبات للمشاعر السيئة من الولي ومن المربي، والإنبات للمشاعر السلبية الإيجابية من الأم وإلا من الأب أو من المربي اللي هو المعلم. فهذاك عن وش نقولوا نتجنبوا الانتقاد السلبي أكثر ما يمكن. حاول أنك تبعد عن الانتقاد السلبي لابنك أمام أي إنسان، أمام أي فرد سواء من العائلة ولا من غير العائلة. هذا هو. فما شكون آخر اللي يحب يزيد نتمعنوا في المحور هذا قبل ما نتعداو المحور اللي بعده؟ فما مدام بس فما مدام بسمة رفع يدها. تفضل مدام بسمة، تفضل. أي تفضل مدام بسمة. صحة شربتكم ويعطيك الصحة على هذه المحاضرة. بالحق موضوع قيم وشيق ومهم ياسر في حياة مش الطفل برك، حتى في حياة الأولياء، على خاطر الصغير كي نعلموه قراءة المشاعر يكون مفهوم أكثر. إيش معناتها؟ معناتها الصغير اللي ما ندربوهش على قراءة المشاعر لن يبوح ولن يظهر أحاسيسه الداخلية التي قد تكون ربما هي عائق أمام التعلم ولا عائق أمام الاندماج في المجتمع. مهم ياسر أن الصغير يحس بروحه ويفهم مشاعره ويعبر عليها. طريقة الصور هي مهمة جدا، وطريقة القص مهمة جدا أيضا. علاش؟ على خاطر الصغير راهو كي تسأله مباشرة تقول له شبيك ما تغشش راهو ما يجاوبكش. كي تقول له يا أخي شنو اللي ضحك فيك، رغم اللي فما فيها شيء الحكاية، من ساعات ما يجاوبكش، يتبلوك الصغير، وإلا يخاف من ردة الفعل وإلا يحشم. دونك كي يسقط هو توريه صورة باش يسقط أفكاره أحاسيسه مشاعره على الصورة هذيك، وسيترجم أشياء عاشها انطلاقا بالصورة هذيك. ومن هنا معناتها يولي لنا عندنا مدخل نفهموا به صغيرنا شنو اللي حدث معاه مثلا في مدرسة ولا خارج البيت ولا مع صديق. إذا كي يبدأ هو يفسر في الحالة
متاع الطفل اللي هو قاعد يترجم في مشاعره من خلال الصورة. وهنا يتدخل نوعية الأسئلة التي سنطرحها على الطفل، اللي هي تسمى بالأسئلة العميقة. الأسئلة العميقة بعلاقة بمحاضرة البارح مشكورة الزميلة، اللي هي الأسئلة تتعلق بالمراقي العليا متاع صنافة بلوم، اللي هي تمشي لأعلى الهرم اللي هو التقييم، وكذلك الجزء الأخير اللي هو زادو إدوارد دي بونو اللي هو الإبداع. إذا كان أنا ندرب ابني على أسئلة عميقة، مثلا كيفاش مثلا تجي الطفل تقول له مثلا علاش هيك يبكي، باش يقول لك هو علاش، مثلا يقول لك على خاطر مثلا صاحبه ضربه، يقول له انت كي صاحبه يضربه كان جيت في بقعته تقعد تبكي ولا لا. هنا باش يولي هو الدور، معناتها هنا كأنه فتحت له باب نتاع النقاش باش يبدا يعطي هو في حل لك الوضعيه اللي هو فيها. وهنا تبدا انت تعدله في سلوكه وتعدله في الموقف نتاعو، ولا تعطيه في النصائح انديريكتومون، خاطر النصيحه المباشره ما يقبلهاش الصغير، لكن في وضعيه وسيتوياسيون كيف هكا معناتها مليئه بالمشاعر، خاطر انت باش تتعاطف معاه ويحس اللي انت قريبت له واللي فما ثقه بيناتكم، انتم قاعدين تحلوا في وضعيه اللي هو يحسها ماهيش خاطئته، كأنه باش يحكي على طفل آخر، ولكن هي ديريكتومون معناتها هي في الصميم الواقع اللي قاعد يعيش فيه هو. وهنا نقويوا له الذكاء العاطفي نتاعو، نقويوا له الذكاء الاجتماعي نتاعو، نقوي له الذكاء الذاتي نتاعو. وكي يولي يفهم هو المشاعر اوتوماتيكمون باش يولي يفهم مشاعر غيره، وكي يكبر يولي متعاطف، يولي يحس مثلا باللي شكون متغشش، شكون متقلق، بشكون ويتعاطف معاه ويحسن التعامل معاه. إذا من الجانب هذايا نحب نشكرك برشا، موضوع مهم ياسر ومحاضرة شيقة، وربي يبارك لك وشكرا. ربي يسعدك. وهذاك أنا اللي حبيت نوصل له، إنه إذا كان تم البناء الجيد والسليم للمشاعر راهو أوتوماتيكمون كما قلت باش نوصلوا للتعاطف، وما أدراك ما التعاطف والتعاطف الاجتماعي خاصة اللي إحنا ساعات نفتقدوه في أسرنا، مش حتى في المجتمع. معناتها الأسرة إذا كان ما تتبناش من الأول على المحبة والتراحم والتعاطف وعلى المشاعر الصحيحة والصادقة، معناتها مش أكل مشاعر إنه على خاطر خويا وبرا، ليه؟ فما أخوة صادقة، فما أخوة اللي أنا كيف نحب خويا لأنه هو تبعني أنا، اللي هو معناتها ننتمي لنفس العائلة وعنا نفس أسلوب الحياة. فذاك على ساعات أنا بعض الأولياء يقول لي ربي أنا أخوه ولا زوز أخوات لكن ما عندهمش نفس الطبيعة. ساعات نقول لهم بربي انت تعامل مع نفس الاسلوب، نفس اسلوب الحياه كيف معناتها اذا كان انت قبلت الخوي لازمك تقبل الخو الاخر. وهذا ما اوصانا به رسول الله عليه الصلاه والسلام، انك وقت اللي تقبل الاخ لازمك تقبل الاخر، واذا كان اعطيت حاجه للخو لازمك تعطيها للاخر. معناتها لازم فما مساواه بين الابناء، المساواه في الاحتضان، المساواه في المحبه، المساواة في إطفاء المشاعر. فالطفل بطبيعة الحال راهو يحس وراهو يفهم ايش معناتها تمييز بين الاخوه، وش معناتها تفرق ما بين الاخوه، ويفهم ايش معناتها انت هل ترى. لكن ساعات زاد سامحني ما يذكرش علاش، معناتها يبدا يسال وحده ما يعرفش علاش فما فروق عنا نفس الاب نفس الام، لكن يفرقوا ما بيناتنا. تلقى عمره كامل يتسائل علاش، خاطر ما فماش حوار، خاطر فاهم اللي هو ذاك خير منه. دوك تدخل في داخله اكل شعور بالنقص وشعور بالدونيه، وهذا اللي باش يبدا ينبني عليه جميع المشاعر السلبيه، وبالتالي السلوكيات السلبيه والافكار السلبيه. فما حاجه اخرى حبيت فقط نضيفها، انه قبل ما نمشيو للمشاعر الابناء فما العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه الاهم هو البناء الاول قدام اولادهم، زعما ما يضفيوش المشاعر السلبيه لابنائهم.
زعما الأب اللي يدخل يعيط ويدخل يصيح، وإلا الأم اللي تتأفف، وإلا الأم اللي نهار كامل تتعيط معناتها ديما تتأفف بالتعب، معناتها العلاقة المتصادمة بين الأب والأم هي بجودها راهي تبني المشاعر السلبية، وبالتالي تبني ذلك الشعور اللي ينتاب الطفل، وبالتالي السلوكيات اللي احنا نقعدوا نفركسوا عليها منين جايت، زعما شنو هو مصدر هالسلوك او مصدر هالشخصيه اللي اكتسبها الطفل. فاي شخصيه يكتسبها اي واحد، اي طفل، راهي اساسها من الاب والام، راهي اساسها من العلاقه الزوجيه او العلاقه العائليه او العلاقه بين الاخوه، حتى الأعمام، حتى الخالات. راهو العائلة الكبرى زاد عندها دورها في بناء الطفل وبناء مشاعر الطفل. هذاك علاش باش نمشيو بعد ما نبنينا وعملنا الآليات باش نتعداو للمحور الثالث، اللي وقت اللي يتبنى الأسس السليمة، هنالك أمر هام اسمه مهارة التعاطف وأهميته في النمو العاطفي والاجتماعي للطفل. نتعداو للشريحة اللي بعدها. مدام فاطمة تحب تتدخل؟ تفضل، راهو لك الكلمة. وسي زهير إذا كانت فعلا ألفة، مش نقول لك حاجة، هما الصغيرات يتعلموا من أمهاتهم ومن أباتهم. كان العيلة هي كيف ما نقولوا نبع الحنان. لو كان الأم والبو يشوفوا أمهم يشوفوا أبوهم معناتها كيفاش معاملتهم، كيفاش في الدار معاملتهم بحنية بحب بمودة بكل، الصغار بطبيعة مش يتعلموا هذايا، مش يوليوا يعرفوا كيفاش يتعاونوا وكيفاش يحبوا. مثال العم كيفاش يحب خوه، معناتها الجد كيفاش يحب أبنائه، كيفاش البو يحب مرته، كيفاش يتعاملوا. الصغار هما احنا نقولوا صغار ما يعرفوش، لكن هما الصغار يحفظوا ويكبتيوا ويستنشلوا المعلومة، وهما يتعلموا من الكبار، من كباراتنا، من كل ما هو منشأ من العائلة. فهمتني؟ بالفعل معناتها لو كان كل واحد يراقب تصرفاته في داره في عائلته كل شيء، راح الجيل متاعنا يولي لاباس عليه، ما يجيش جيل هكا مهلهل هكا شويه. ما تتبنيش معناتها تتبنى علاقات متاع التعاون مهما يكون المعلم في المدرسه. نعم، قلت لك ما عندوش بناء شعوري سليم، جيلنا ما عندوش بناء شعوري سليم، مشاعر مخضرمة. بالفعل وهذا الكل معناتها يلزمنا احنا نحسنوا نراقبوا تصرفاتنا، احنا الكبار يلزمنا نراقبوا تصرفاتنا قدام صغيراتنا. اكيد. وشكرا. يعطيك صحة مدام فاطمة. شكون آخر؟ سي زهير عندك الكلمة، تفضل. حقيقة والله الزملاء ما أضيف، استمتعت بالاستماع إليهم ونسيت نفسي. يعني أنا أرى أن الأسرة هي النواة الأساسية أن يتهيكل وتوجه مشاعر الطفل. يعني الأسرة الأب والأم هم الأساس الأول باش يبنيو شخصية تاع الوليد ولا بنية هكا متوازنة ومستقلة وخفيفة معناها ومحبوحة هكا. أنا يكون الأب متزمت وديما مكشفر وديما متغشش، أكيد باش ياخذ منه الوليد والبنية نسبة معينة. إذا كان الأم كذلك تعيش في حالة اضطراب دائم، مشاغل العمل ومشاكل البيت وسوء تفاهم مع الزوج ولا مع الزوج ولا معناها مع عائلة الزوج، خاصة مع عائلة الزوج. اي فوالا. إذا كان الزوجة تسكن مع عائلة زوجها، العمة والخال والعم يحبوا يربيوا الطفل كما يحبوا هما، وهي تحب تربيه ولدها بطريقة معينة. الصغير باش يتشتت ذهنه وباش قليل شكون يخرج شخصية متوازنة. هي تضرب والعمة ترضيه، بابا يضرب وعمه يرضيه ولا خاله يرضيه، باش يقول هو يعيش في صراع دائم. وعنده ديما ملجأ ومنفذ اللي ينجم يهرب ليه ويغطي
الستار على الأخطاء ولا على الحوايج اللي عملها ما يتعاقبش. لازمنا نحن نكونوا واعيين بالخطر بهذا اللي قاعدين نتصرفوا به دون وعي. نقولوا رانا نسخفوا عليه، والله اجى نرضيك بكبر حلوى ولا ما يستاهلش ولا كذا، وهو حقيقة الأمر ماهوش في صالح، ماهوش في الصالح نتاعو، ليس في صالحه. انه يضرب والله انا نرضيه، خليه يبكي، خليه يبكي، خليه يفرغ قلبه او يسكت. اذا كان هو يرفض اننا نعطيه نوعيه نتاع ماكله معينه ما ياكلهاش، لا خلاه بحذاه ويمشي او يدور لا ياكلها. أكيد. فما أنا عندي زوز أمثلة ديما نشوفهم في الأطفال عنا. مثال الأول إنه عندي أطفال، طفلة ديما نفس المثال يتعاود برشا، وذا لقيته في برشا أسر، إنه صغير ساعات تلقاه يجي يضرب الصغار الكل، يدخل يبدا يضرب من غير حتى سبب، راهو معناتها وعمره كي نقول لك 2.5 3 سنين، مش كبير، تلقاه كل ما يدخل يضرب في الصغار. هذا معناتها حاجة غريبة عنا إحنا، كيفاش 2.5 3 سنين يضرب معناتها مش ضرب، معناتها يضرب تشطاف يعطي كف ولا كذا. كي استدعيت الولية متاعه وسألتها، عرفت إنه الأب ربي يسامحه كي يتغشش يضرب الأم. نعطيكم اكزامبل، فقعد ذاك الأسلوب السلوك وقت الغضب، ودون غضب يقوم بالأسلوب هذا. ومثال ثاني، بنية معناتها عمرها في ال5 سنوات، كيف تجي مماتها باش تروح بها، اللي هي نقولوا احنا جدتها، تجي باش تروح بها من الحضانة عندي، ما تحبش تولي تبكي وتعيط. نقول لها علاش ما تحبش تروح؟ نولي نخليها ونسكتها ونقول لها برا ما يسالش ابعد حد اخر الا ما تجي امها باش تروح بها، ورغم اللي في وقت متاخر تبقى يمكن 5:30 وترضى تقعد متاخره، ورغم اللي جدتها جاها بكري. كيف سالتها بعد هكا قعدنا نلعبوا بكى اللعبه هذيك لعبه المشاعر، قلت لها انت هكا كيف تجي ماماتك وعلاش وكيما قالت المدام، قالت لي خاطر هي ما تحبنيش. تصور انت طفل 5 سنوات يقول لك ماماتي ما تحبنيش تضربني. ما تنوريك المشاعر قديش احنا نمروا في مشاعر سلبيه، نتخيلوا روحنا قاعدين نربيوا في تربيه صحيحه اللي برشا اولياء ربي يسامحهم، لكن هم ياخذوا في اسلوب غلط، سواء علائقيا او سواء في التربيه نتاعهم. انا تو اعطيت زوز امثله، واحده علائقيه وواحده تربويه. بينما عندي صغيرات اخرين يتقاسموا مع بعضهم اللمجه، يتقاسموا مع بعض، صدقني فما صغار يقسموا اللمجه مع بعضهم ويعطي الاصدقاء، يمشي يسكت صاحبه كي يبدا هكا متغش ولا فك حد اللعبه لصغير اخر يمشي يسكته. كي اكتشفت انه الاب والام ما شاء الله ناس كرماء، كي تعطي اللمجه بزايد تقول باش تعطي لصاحبه، تقول لي انا نقول لها ساعات علاش تجيب لي في لمجه كبيره، تقول لي ليه انا نحب نعلم ولدي يعطي صحابه، يحب صحابه. شو محلاها كلمه التمرير، نعلم في ولدي باش يحب صحابه، نعلم في ولدي باش يعطي. معناتها فما اسلوب، هي اساليب مختلفه، اساليب تربويه ياخذها الاولياء، سبحان الله كل واحد وكيفاش تربى. فاخترت المرة دي نمشيو لمهارة التعاطف وأهميتها في النمو العاطفي والاجتماعي. التعاطف كما تعلمون جزء لا يتجزأ من المشاعر والعواطف، وهو مهارة تكتسب ونتعلمها منذ نعومة الأظفار، فهي مهارة محورية مرتبطة كل الارتباط بالنمو العاطفي والاجتماعي، وهو القدرة على فهم مشاعر الآخرين بقدر معين من الإحساس بالعطف، إلى جانب إدراك كيفية الاستجابة لتلك المشاعر بطريقة مناسبة. ويرتبط التعاطف بالمشاعر الأخلاقية وبالتصرف الأخلاقي، سيما وأن ديننا يحث إن لم نقل يجبر الإنسان على التصرف بنوع من الرحمة والشفقة في مواقف ووضعيات إنسانية تحمل الإنسان على الرحمة والعطف. وخبراء التربية يحثون على تعليم الأطفال مهارة التعاطف، لأن من دونها يصبح شابا قاسيا غافلا عن الإساءة والألم الذي يسببه في نفوس الآخرين الذين هم من حوله. ويعتقد الباحثون أن التعاطف مثل كل المشاعر كالإحساس بالذنب لا ينمو بمفرده، بل يجب اكتسابه للطفل بالتعلم والتدرب، والآباء لهم الدور المهم في ذلك بالإرشاد والنصح ولعب الأدوار، وأن يكونوا قدوة لهم قولا وفعلا.
وديما نرجعوا إنه الأب والأم هما قدوة أبنائهم، هما القدوة الأصلية والأولى بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي البو والأم هما اللي يلزم يحثوا أنفسهم على الاقتداء بسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في تربية أبنائه وفي معاملته مع أزواجه وزوجاته. إذا كان الشعور بالتعاطف في بعض الأحيان يتطور بصفة طبيعية، فهو كمهارة يحتاجها الأطفال لتحقيق النمو السليم. لذا فعلى الآباء والأمهات تعليمها لأبنائهم بصفة مبكرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والتعاطف والرحمة تمثل استجابات شعورية وسلوكية مهمة تبدأ في مراحل مبكرة تتواصل وتنمو إلى آخر العمر. إذا مهارة التعاطف مثلها مثل أي مهارة تستغرق وقتا طويلا إن لم نقل سنوات حتى تنضج وتنمو. وقد لا نلاحظ أن الإناث نلاحظ أن الإناث أكثر تعاطف من الذكور، وذلك للأسلوب التربوي المعتمد بين البنات والأولاد. في هذا حبيت نعرج شوية على مسألة التعاطف، إنها سمة الإنسان المؤمن والإنسان اللي عنده إنسانية. فبدون تعاطف فما التراحم والتعاطف المودة. وربي سبحانه يقول: توادوا تحابوا تراحموا. وهذه من سنننا الإسلامية. فإذا كان ما نكسبوهاش لأبنائنا فسيصبحون قساة القلوب. شكون يحب يتدخل في هدايا في مسألة التعاطف؟ وأنا ذكرت مثال الطفلة اللي عندي معناتها، فهي طفل اللي أمه تعطيه اللمجة بزايد لا لشيء، مش باش ياكل وحده، باش يقسم اللمجة مع مع أصدقائه. تفضل، شكون مش عبير تفضل يا عبير. ما عادش شكون عبير ولا عفاف الأولى. وي سلام. سلام، صحة شريبتك ميمة. السلام يعطيك عليكم. الصحة. ميرسي مدام. أهلا سيدة. مدام عفاف بربي لحظة. مدام ولفة تفضل. صح شريبتكم من السكول. فقط حبيت أتذكر بالتوقيت يا مدام ولفة، تجاوزنا برشا الوقت، حاولوا اختصروا. مخر يا سيدة، اي مخر باش ما نروحش يا جماعة نكونوا في الإطار، نختصروا شوية. ما لا نواصل على هذا. خلينا نعطي الساعة الكلمة للأخت عبيرة. عبير. وي مدام، حبيت نشكركم على الحصة القيمة هذه وعلى النصائح اللي عطيتيها، بصراحة يعطيكم الصحة. هني حبيت أن ندخل في إطار العلاقات السليمة اللي هي تبدأ من العائلة. كيف هو اللي توا صاير توا إنه في وقتنا توا حتى كي باش يكبروا الصغار، باش يولوا شباب، باش يدخلوا في العلاقات الزوجية، يعني باش يتفاهموا وما يتفاهموش، المشاكل وكثر توا سيرتو توا معنا وقتنا كثر الطلاق والمشاكل اللي هي أساسها راهي مبنية تبدأ من العائلة. يعني الصغير إذا كان هو ما عاشش في العائلة متاعها، ما فماش إحاطة سليمة، ما فماش اهتمام، ما فماش إشباع للنقص، ما فماش حنان الأم، ما فماش يعني هذيك العلاقة السليمة اللي في العائلة ما فماش، ماهيش موجودة. يعني كما تلقى معناها فما انفصال ما بين الأبوين، فما مشاكل، دونك هني باش تنعكس سلبا على الشخص هذا، على الطفل هذاك كي باش يكبر، باش يكون فما تعلق غير آمن مع الآخرين. معناها ما نجمش يعيش معناها علاقة سليمة، كيك سوا معناها مع أصحابه، ولا كيك سوا معناها نهار آخر كي باش يعمل يعني باش في إطار الزواج، وباش يعيش معنا حالة متاع تعلق غير آمن. وهذا باش يأثر سلبا معنا على العلاقات. من ناحية أخرى يعني كي باش يعيش هو فما يبدا فما إشباع وفما إحاطة سليمة، ما فماش فراغ عاطفي، وفما لهوة بالحق معنا بالصغير وكل شيء. دونك هني باش يكون هني
فما باش يلبي احتياجات الصغير هذاك، وباش كي باش يكبر باش تكون علاقته طيبة، هذه حبيت نعلق عليها. هو أختي عبير بقدر الاحتياج هو البناء، وديما أصر على كلمة البناء، لأنك البناء هو بناء ليس بناء جسدي بقدر ما هو البناء النفسي، والبناء النفسي الذي يعتمد على المشاعر. وهذا البناء لا يكون إلا من خلال المثل الأعلى للتعاطف، ونمر للشريحة اللي بعدها. وهنا أطلقت سؤال: ماذا يجب على الآباء والأمهات في هذا الإطار العمل؟ من الأفضل الآليات التربوية التي تجعل الأطفال يتعلمون التعاطف هم الآباء طبعا، وكلنا متفقون على هذا الأمر. فعلى الآباء والأمهات أن تتصف سلوكياتهم بالتعاطف، فهم القدوة الأولى والأقوى، خاصة في السنوات الأولى من العمر، أي سن الطفولة المبكرة. أيضا عليهم أن يراقبوا أفعالهم وسلوكياتهم وأقوالهم أمام أبنائهم، لأن كل ما يقومون به سوف يطبقه أطفالهم بشكل كبير. فالطفل كالإسفنجة يخزن في دماغه كل ما يراه وكل ما يسمعه. أيضا على الآباء ضبط النفس، وخاصة ضبط النفس، وأصر على كلمة ضبط النفس، لأن عند الغضب بعض الأولياء سبحانهم الله يقومون بالصراخ والضرب، وهي من الآليات التربوية العقيمة، بل الضارة على المشاعر والانفعالات، بل إنها من الآليات التي قد يستعملها الطفل لاحقا، ويمكن حينيا كما حكيت أنا على الطفل اللي عمره 3 سنين عام ونص يضرب في صحابه، يكون يستعملها في علاقاته مع أترابه في الروضة ولا في المدرسة. ساعات الصغير يحب ياخذ قلم ياخذه من غير ما يقول بالدرقة معناتها، ويضربوا بعضهم نهار كامل. واحنا معناتها الأولياء والمربين الكلهم يشتكيوا من العنف الموجود داخل المؤسسات التربوية، فما بالك في العنف داخل الأسرة. على الآباء أيضا الإنصات إلى أبنائهم، ينصتوا لأبنائهم حتى يعلمونهم معنى التعاطف، خاصة وقت اللي يبدو اهتمام في الإصغاء، وهم يبدوا يحكيوا لهم اليوم أنا أعطيت لمجة لصاحبي ولا ما أعطيتوش. المهم يلزم يسمع ولده، يسمع ويحكي معاه، ويحكي معاه بصفة إيجابية، حتى كي يقول أنا ما أعطيتش وإلا أنا ما حبيتش نعطي. وإلا ساعات أنا يجوني أولياء يقولوا لي بالحق ولدي ما كلاش لمجته الكل، ساعة خذاله صاحبه اللمجة الكل، ألور هو تقاسم هو وياه، وبما أنه ما يعرفش يعبر قال لا صديقي خذالي اللمجة الكل. فنقعدوا احنا نفسروا ونبر، ومش نبروا بقدر ما نبين انه راهو من السمات الإيجابية انه يتقاسم مع صديقه اللمجة، خاصة إذا كان هو الأب مش مقتنع بالحكاية هذه. فعلى الآباء أن يوضحوا لأبنائهم الاختلاف بين الأطفال الآخرين، خاصة اللي عنده واللي ما عندوش، وذاك ما جابش، وخاصة الولي اللي ما عندوش قدرة شرائية باش يشري كما صديقه، سواء من الناحية الغذائية أو من الناحية الشرائية، الملابس أو الأدوات المدرسية. خاطر ساعات الأطفال توراهم يقارنوا بعضهم ويحبوا المقارنة، تلقاهم في أبسط الأشياء تلقاه يبدأ فرحان وعنده النشوة والسعادة إذا كان الأب شري له حذاء جديد أو معطف جديد أو حتى قلم جديد، تلقى الطفل عنده نشوة من هذا. فنحاولوا إنه نقلصوا من هالنشوة اللي تغمر الطفل عند اقتناء الأشياء، أو نحاول اللي عنده إمكانية ينجم كي يشري قلم يشري 2 أقلام، أو في بعض الأحيان عندنا أولياء بارك الله فيهم تلقاهم يجيبوا بعض الأكلات جماعية أو يشريوا حاجات جماعية للناس الكل، باش هكاك يمروا معنى التعاطف ومعنى التراحم بين أبنائهم. فلذلك على الآباء الجلوس مع أبنائهم على الأقل نصف ساعة. أنا ننصح والله ديما ننصح بها كل أم، تدخلي تجي أنا تعب راني ما نجمش ونقول لها بربي روحت من الخدمة ما تدخلش الكوجينة، ما تدخلش حتى بلاصة، اقعد نص ساعة أكهو مع ولدك احكي معاه، أو حتى أبدأ أنت تبدأ تقوم بالاحتياجات نتاعو، الاحتياجات نتاع الجسم باش ينظف كذا، احتياجات النظافة، وأنت تبدأ تحكي معاه، خلي أسمع شنو يقول ما يسالش، أو أعطي وذنك ولا حطه معك في المطبخ ولا حطه معك في المطبخ وأسمع أولادك. ما تقعدش أنت لا هي كان بقضية الدار وإلا الأب تعود تقعد ساعة في المقهى، اقعد نصيف ساعة وروح قول عندي ولدي عندي مسؤولية. راهو الطفل يسمع من الأب والأم
قبل وهو في الصغرى قبل أي إنسان، لكن راهو بعد 6-7 سنوات ما عادش باش يسمعك، راهو باش يسمع الآخر، راهو باش يلقى شكون يسمعه وباش يحتضنه، باش يولي يسمع كلمة الآخر قبل كلمتك أنت. وذاك علاش ساعات أولياء يقولوا ولدي ما يسمعنيش، ما يفهمنيش، ما يحبش يسمعني. إيه علاش؟ أنت سمعته وهو صغير، أنت احتضنته وهو صغير، أنت سمعت البكاء نتاعو وفهمت ودردشت معاه وقت اللي ما بداش يتكلم مازال يلاغي، راهو قاعد يتكلم. الملاغات نتاع الطفل راهي هي لغة يلزم يفهمها، نفهمها كان بالمشاعر. من الملاحظ يحبذ أن تكون الجلسات الحوارية حول تعليم مهارة التعاطف في الأوقات التي يكون فيها الطفل بداخله مشاعر إيجابية، لأن المشاعر السلبية كالغضب والإحباط والحزن سيكون من الصعب الحديث فيها عن الشعور بالتعاطف تجاه الآخرين. لذا من الأفضل تهدئتهم والتخلص من المشاعر السلبية، وبعدها انتظر فرصة مناسبة لغرس التعاطف بداخله، خاصة وأن مهارة التعاطف تحتاج إلى الكثير، بل الكثير من التدبر ومن الصبر. لكن أيضا هنالك البيئة الأسرية اللي يلزم زادة تكون مساعدة للأولياء في هذا الشأن. ثم نقطة نحب نعرج عليها، وهي نقطة الآباء الهليكوبتر. وش معناتها آباء الهليكوبتر؟ شكون عنده فكرة بربي قبل ما نتعدى في ساعة باش ما نضيعوش الوقت باش سيدي دام يقومش يحكي. شكون عنده فكرة على آباء الهليكوبتر؟ فما شكون عنده فكرة على آباء الهليكوبتر؟ باهي، ما نعطلكمش ونتعداو لآباء الهليكوبتر. كلمة آباء الهليكوبتر ظهرت سنة 1969 للكاتب لحايم جينوت، حينما هو طبيب نفسي، حينما وصف مراهق تصرفات والدته التي تحاصره بقولها: أمي تحوم حولي طوال الوقت مثل الهليكوبتر. وذوما الأولياء اللي تلقاهم واقفين على الشقيقة ورقيقة مع أولادهم، معناتها هما اللي يلبسوهم، هما اللي يوكلوهم، هما اللي يهزوهم للمدرسة، هما اللي يهزوا لهم المحفظة، هما اللي يعملوا لهم جميع، يلبي جميع الاحتياجات الطفل. حتى يمكن التمارين المدرسية يقوموا بها هما، والله ويعملوا فيها هذوما. وذوما عكس الأولياء اللي عندهم اللامبالاة التربوية. واعتبر علماء النفس هذا التعبير تعبيرا صادقا ودقيقا لما يشعر به المراهق من تضييق الخناق من والدته. معناتها بالحق نقول أنا راهو الصغير اللي يلقى روحه محاط إحاطة كاملة واهتمام كامل دون ترك له الفرصة للاستقلالية معناتها يكون يعرف روحه، راهو صعيب برشا باش يولي شاب يعتمد عليه في المستقبل. فالأفعال الصادرة بدافع الحب ليست دائما صحيحة أو مفيدة للمحبوب، بدافع الخوف عليه من الأضرار التي قد يتعرض لها إذا غاب عن أعين من يحبونه في لحظة. فخوفك على طفلك لن يبعد عنه المضرة، بل قد يضره. الأبوة والأمومة المكثفة هي من المعاني السامية التي تطلق على الآباء. نعم، فما شكون يحب يتدخل؟ نواصل. قلنا الأبوة والأمومة المكثفة، معناتها اللي مضغوطة على الطفل، هي من المعاني السامية التي تطلق على الآباء. وبرشا يقول لك لاهي بولدو وتبارك الله وقداش له وتقام وقت الامتحانات، يقول لك والله ساهر الولدي وتعب، والأولياء تلقاه وقت الامتحانات تبدأ تتشكى وتتبكى وقعدت وسهرت وخدمت وكذا وكذا، وهي تلقاها هي كأنها هي في امتحان، مش الطفل متاعها في امتحان. فعبارة ما عطتوش الاستقلالية، ما عطتوش الثقة بالنفس، وبعد يقول ولدي شبيه ما خذاش الأعداد الجيدة. فأمام مصطلح آباء الهليكوبتر يطلق على من يبالغون ويفرطون في حماية أطفالهم ويتعمدون ألا يتركوا أي شيء للصدفة في طريق أبنائهم، ويكون لديهم هوس مستمر في معرفة
كل تفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة قد يتعرض لها الطفل خارج إطار المنزل، وكل فكرة تجول في بالهم، لأن تلك النوعية من الآباء تريد حماية أطفالهم من أفكارهم الشخصية. ومؤشرات الآباء الهليكوبتر حل بها مؤشرات آباء الهليكوبتر. أول شيء خوض المعارك بدلا من الآباء، مضايقة مربي ومعلم ومدربي الأبناء، القيام بواجباتهم المنزلية بنفسه، مثلا الأب هو اللي يقوم ولا الأم بالواجبات المنزلية عوض ابنه، الذهاب معهم في كل مكان، المبالغة في حمايتهم الجسدية، الفشل ليس له وجود في قاموس حياتهم. وهذا، هل أنتم من هذم الآباء اللي آباء الهليكوبتر اللي كل شيء يحبوا يقوموا به في مكان ابنهم؟ العواقب بيان عندها عواقب، هي راهي آباء الهليكوبتر والأبناء زاد، سواء الآباء أو للأبناء. أبناء الهليكوبتر ضعيفو الشخصية ومكتئبون، وهذه النوعية من الآباء تدمر الاستقلالية لدى الأطفال وتحريمهم من وعيهم الذاتي بأنفسهم، فيفقد الطفل قدرة على تمييز رغباته الشخصية، فلا يستطيع أن يتخذ خطوة واحدة في حياته دون والده أو والدته. وبعض الخبراء أكدوا أن هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة للمشاكل الصحية عند سن البلوغ، فهم لا يتعلمون كيفية الاعتناء بأنفسهم وصحتهم، وليست لهم القدرة على تنظيم عواطفهم وتكوين انطباعاتهم الخاصة. يمكن زاد إمكانية إصابتهم بخيبة الأمل في المستقبل لظنهم فترة طويلة أنهم مركز الكون، وقد يصابون بالاكتئاب عند الكبر. لذلك وجدت استراتيجيات لتجنب وضع الطفل مركز الكون، أو أن يكون هو المركز في الحياة العائلية. نتعداو للشريحة اللي بعدها، شريحة مدام ألفة. تفضل. حاب نذكرك بالوقت خاطر تجاوزنا الوقت برشا نقول لك نعرف فقط توا بركة باش نكملوا هذوما الاستراتيجيات اللي هي 6 استراتيجيات، باش نقولها باقتضاب، مانيش باش نطول فيها، لأنه الاستراتيجيات هذه هي اللي باش تخلي كل أب وأم يعرف كيفاش يتعامل مع ابنه، وكيفاش يبني المشاعر الحقيقية، ويبني شخصية ابنه لتربية إيجابية. أول شيء هو الاستقلالية، يجب أن نمنح أبنائنا جزء من الاستقلالية، وتجنب الحضور الدائم بالمدرسة، ومعناتها انك ديما تمشي معاه للمدرسه، ديما وانت في جرته، او العكس تلقى ما يمشيش بالكل المدرسه. ثاني امر الثقه بالنفس، يلزمك تحاول انك تكسبوا مهاره الثقه بالنفس. ثالث امر يلزمك تحاول انك تدربوا على تحمل المسؤوليه، وذلك بمساعدتي على ترتيب الغرفة، أو بعض المسؤوليات المالية، ولا تدريبه مهارة فن الحديث وكيفية السيطرة على غضبه، تدريبه زاد على مهارة تحقيق الأهداف وإدارة الوقت، تدريبه على مهارات الذكاء الاجتماعي وكيفية الاندماج داخل الحياة الاجتماعية، اكتساب الأخلاق الحميدة من خلال التعاطف والتراحم مع الآخر، تدريبه أيضا على القيام بواجباته وتلبية احتياجاته. من بين الآليات نجد آلية التواصل والحوار الدائم والمتداوم والصبور، واللي فيه نوع من الصبر والتصبر، فلنجعل الحوارات كلها إيجابية حول الشعور بالسعادة، حول الأهداف التي سوف نحققها في المستقبل، الأهداف خاصة الإيجابية، أهداف المستقبل سواء القريب أو البعيد. أيضا من بين الآليات المهمة هي آلية التحفيز والتشجيع، وأنك تخبره أنك فخور به، لأنه ابنك مهما كانت الأعمال اللي قايم بها سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة، فالفشل ليس سقوط بل إنه بداية نجاح. أيضا تعزيز السلوك السلبي، فعند ارتكاب الأخطاء لا
تجعله يعمل جلد النفس أو يقعد يعاتب في روحه أو يشعر بالذنب، معناتها ما تمررلوش الفكرة فكرة أنه مذنب. أيضا تجنب الانتقاد السلبي، تجنب انتقاده أمام الأبناء، أمام الأخوة، أمام الآخر، أمام الأصدقاء، فهي كلها من الآليات اللي تكسر الطفل أو تبني شعور الطفل، إما تجعله إنسانا أو تجعله غير إنسان. وهذا ما أردت أن أقوله في ختام هذه الأمسية، إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. الشريحة الأخيرة عزيزتي من فضلك، ثم قولة حطيتها، هذوما المهارات اللي خدمناهم. القولة الأخيرة أن تكون قادرا على الإحساس هو جزء من كونك إنسان، وهذا ما يجب أن نمرره لأبنائنا. فكلنا، وأنا أعتقد أن كلمة إبراهيم كوم هو أؤمن دوما بأن التعبير عن المشاعر باستخدام اللغة والكلمات من أصعب الأشياء، وخاصة المشاعر العميقة والقوية. فلنجعل مشاعرنا صادقة حتى نبني طفلا يكون في المستقبل طفلا متميز سلوكيا وشعوريا وأخلاقيا. يعطيكم الصحة على صبركم وعلى طول بالكم معايا. إن شاء الله تكون الأمسية راقت لكم، وإن شاء الله أضفت نوع من المشاعر اللي يلزمها تكون مع أبنائنا، وخاصة مشاعر التراحم والتحابب والتعاطف، لما لا مع الكل، حتى ولو أخطأوا في حقنا. وهذا ما يجب أن نمرره لأبنائنا. حتى وكان أخطأ إنسان معك، كون متسامح وأضفي مشاعر الحب ومشاعر المحبة ومشاعر الصدق اللي هو من مشاعر الإلهية اللي ربي أعطاها لنا سبحانه وتعالى. هكا نكونوا كملنا، ويعطيكم ألف صحة. ما عادش شكون يحب يتدخل يعطيك الصحة. الوقت ما عادش يسمح توا للتدخل، ديجا عدينا ساعتين فيها. أعطيني كلمة محتاجة. هذه الليلة اكتفيت بالاستماع. مدام ألفة نتكلم؟ ايه تفضل مدام، تفضل هدى. مانيش باش نطول، أما يعطيك الصحة يا ألفة، الموضوع مهم جدا. يعطيكم الصحة الناس الكل. أنت قلت ابني مشاعر ابنك، والموضوع أكبر من البناء وأكبر من اللي توقعناه، ويعطيك الصحة على المجهود اللي بذلته. أني من جهتي نحب نضيف حاجة، نقول افهم مشاعر ابنك، حاول اسمعها وافهم الاحتياجات من وراها. مثلا كي نفهم أني مشاعر الغضب، نفهم أنه طفلي محتاج للفرحة، وكي نفهم مشاعر التعب نفهم أنه ابني محتاج للراحة، وكي نفهم مشاعر القلق نفهم أنه ابني محتاج للأمان. وحاجة أخرى، راهو فما وحاجة أخرى راهي مهمة برشا. كي فما مشاعر إيجابية راهي تدل على أنه تلبية الاحتياجات تم، وكي نلاحظوا مشاعر سلبية راهو ذلك دليل على عدم تلبية الاحتياجات. زاد نصيحة أخرى إضافة للي قلته الكل، خليوا المجال لولادنا باش يعبروا على مشاعرهم بحرية، سواء كما قلت انت عن طريق لعبة ولا مسرحية ولا أي نشاط آخر. وعليش ما نكثروش من جلسات الإنصات يوميا مع أولادنا حتى لمدة قصيرة، خاطر إذا عبر الصغير على مشاعره وفرغ اللي في داخله ولقاء أذان صاغية، الأكيد يمكننا أن نتواصلوا معاه بسهولة. ويعطيك الصحة يا ألفة. عندي اقتراح بسيط، تنجم انت او اني نخير انت اللي بديت فيه، انك تعمل لنا حصه اخرى ان شاء الله حتى في مناسبه اخرى تركز على الاحتياجات وتربط ما بين المشاعر والاحتياجات. تصبح على خير وبركة. عايشك. هي توا لما حالة أمسية عملناها، لكن أنا محضرتها كدورة كاملة،
فيها 5 ولا 6 أيام تحكي عن المشاعر ومدى أهميتها، وربط المشاعر بالاحتياجات، وربط المشاعر بالمجال النفسي والمجال الفسيولوجي والمجال السيكولوجي، هذم كل راهم مربوطين ببعضهم. فأنا اخترت العنوان ابني مشاعر ابنك لأنه هي النقطة الأولى لأنه ننقذ أولادنا من مسألة تشتت الانتباه، فرط الحركة، صعوبات التعلم، راهي كلها مربوطة بشيء واحد اسمه المشاعر. فإذا أنت كمربي معناتها تعرف كيفاش تحس بصغيرك وقتاش متقلق وتقرب له وقت القلق نتاعو وتحاول ترجعه للشعور الأصلي، لشعور الراحة، راهو باش يتقبل منك أي تعليمة، أي مفهوم، أي معرفة. بينما إذا كان أنت تخليه معناتها هو والعالم عالم نتاعو، راهو باش يزيد يغوص فك العالم السلبي، باش يغوص مش في المشاعر السلبية، وبالتالي باش يولي هو بعيد كل البعد عن أي مجال تعليمي. معناتها المجال النفسي قبل المجال ثم التربوي ثم التعلمي. ودمتم في أمان الله ويعطيكم ألف صحة. إن شاء الله ما طولناش عليكم، إن شاء الله يا ربي ما كناش سبب في القلق. يعطيك الصحة وبارك الله فيكم، شكرا، حصلت الإفادة ما شاء الله. عايشك. الله فيك. استاذة بالله لو كان الحصة في شكل باوربوينت تبعثين على الرابط. أي موجودة المادة في شكل باوربوينت، نحب نعمل ملف. موجودة عند مدام هناء، تو كان تحب تصبها باوربوينت على المدارس المية، نحب نجمع الحصص في شكل وثيق. موجودة هي. يمكن نبعث لكم الوورد الكل نبعث لكم. هي موجود باش تلقاو التسجيل على المنصة. سامحني سي زهير، بالمادة في شكل باوربوينت. سامحني سي زهير، تلقاو التسجيل على المنصة معاها الوورد، معاها التفاصيل المكتوبة، معناها لي دوكيومون وورد. اوكي. على المنصة نفس الرابط اللي فيه التسجيل تلقاو فيه لي وورد نتاع الحصص الكل. باهي، مشكورة، يعطيك الصحة. عايش. سلام. على خير.